السلام عليكم غزالاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غنتقاسم معكم الطريقه ديالي في تحضير بيتزا تركيه على شكل قوارب بحال هكذا. كيف كتشوفوا الشكل ديالها كيشهي، مكونات بسيطه وفي متناول الجميع وفي وقت وجيز جدا، ما كتاخذش الوقت بزاف. العجينه ديالها هشيشه بحال القطن، واخا تبات حتى الغد اللي تسخنوها كتبقى رائعه وما كتضرش نهائيا في المعده، وسهله جدا يحماقوا عليها الصغار والكبار. انا ولات المعتمده عندي. ما عليكم غير تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تاخذوا المقادير مضبوطه وتشوفوا معايا طريقه التحضير، ونقولوا بسم الله. اذا نبداو على بركه الله. العجين غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الابيض الفورس، 500 غرام. بسم الله. غادي نحتاجو ملعقه كبيره ديال خميره الخبز، اولا 7 غرام ديال خميره الخبز، وملعقه كبيره ديال السكر سنيده. غادي نحتاجو الاربعه، ما بين 4 و3 ديال المعالق ديال الحليب المجفف اولا الحليب بودره، وعندي هنايا 5 حتى 6 ديال المعالق ديال الزيت النباتيه. تقدروا ديروا زيت الزيتون اللي بغيتو. ودابا غادي نضيفو حبه بيض واحده، حبه واحده. هنا بغيت نقول لكم باللي غادي نستعمل 200 غرام ديال اولا 200 مليلتر ديال الماء في العجن. بعد ما تعجنات لينا العجينه ديالنا مزيان كيف كتشوفوا، هيا مدلوكه مزيان. دابا غادي نخليوها تخمر. وهنا كيف ما كتشوفوا في واحد المقيله كنديروا القليل من الزيت، سواء زيت الزيتون او زيت النباتيه، وكنديروا فيها الفليفله حلوه كيف ما كتشوفوا معايا. درت اللون الاخضر والاحمر، الا عندكم حتى اللون الاصفر استعملوه ضيفوه. وضفت ليها الملح والفلفل الاسود، هي البزار، وهكذا شحرتها، ديتها وجبتها مزيان حتى تشحرات وصافي خليتها جانبا. وهنا كيف كتشوفوا معايا عندنا الكفته اولا اللحم مفروم. غادي نضيفوا ليه القليل من الفلفل الاسود البزار، وغادي نضيفوا القليل من الملح فقط. نخلطوهم مزيان ونخليوها جانبا. وعندي صدر دجاج من الحجم الكبير وملعقه كبيره ديال الزبده، نضيفوا ليها واحد 2 معالق ديال الزيت نباتيه، وغادي نشحروا فيها هذاك صدر الدجاج. هذه الطريقه رائعه يا البنات، لذيذه جدا. انا كنت كندير غير صدر الدجاج هكذا، كنقطعوا طريفات عاد باش كنشحروا، ولكن هذه الطريقه كتجي رائعه. كنستعمل في التوابل فلفل اسود، القليل من بودره الثوم، والقليل من بهارات الدجاج ولا بهارات الشاورما، كيجيو لذاذ بزاف بزاف. بهذه الطريقه هذه غادي نطيبوه غير باش يتحمر لينا من الفوق. وكما غادي تشوفوا معايا غادي نعاود نقطعو ونعاود نحمر نخلي دوك الشرائح من 2 جهات، كيعطي واحد الطعم هائل البنات، جربوه. صافي كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما تحمر ليا من جميع الجهات كناخذو هكذا مباشره، كنقطعو المساعده بواحد الشوكه بحال هكذا حيت سخون، وغادي نقطعو شرائح رقيقه. قد ما قطعتو رقيق غادي يكون مزيان بحال هكذا. كيف كتشوفوا معايا من الداخل راه باقي ما طابش، انما راه غادي باقي نشحروه مره اخرى. هكذا كيف كتشوفوا معايا، كيف سبق لي قلت لكم رجعت دوك الشرائح باش يعاودوا يتشحروا من جميع الجهات. هكذا كيكون فيهم واحد المذاق رائع جدا، كتكون فيهم هكذا ديك الريحه ديال ديك التتبيله الدجاج ولا ديال الشاورما اللي عندكم. كيف ما قلت لكم كتعطيو واحد البنه رائعه جدا في هذا البيتزا التركيه. وغادي نخليو نفس المقله ونفس ديك الزبده وديك الزيت اللي قلينا فيها داك صدر الدجاج اللي منسم بدوك البهارات، غادي
نشحروا فيهم هاد المشروم او لا الفطر، تقدروا تستعملوا الفطر الفريش. وغطيت هكذا. كيف كتعرفوا الفطر ملي كيبقى يتشحر كيبقى يطير ويطرطق. والصلصه البيضاء غادي نحتاجوا الكريمه السائله، كريمه الطبخ، وغادي نحتاجوا لواحد 4 ديال الفرماجات من لافاش كيغي. انا هنا استعملت هادو كبار بزاف، استعملت غير جوج. وغادي تستعملوا كذلك الجبن، اي جبن كريمي هكذا قابل للدهن بحال الجبلي اللي عندنا في المغرب، والقليل من الجبن الاحمر مبشور، انا كنحتفظ فيه هكذا في المجمد. كيف ما كتشوفوا معايا كنديروا واحد 100 ولا 80 غرام ديال الجبن القابل للدهن، مع زوج فرماجات من هذا الحجم الكبير ولا 4 من لافاش كيغي، والقليل من كريمه الطبخ تقريبا 100 مليلتر حتى 120 على حسب شحال غادي ديروا. كنديروا القليل من الفلفل الاسود كذلك، وغادي نخلطوا مزيان. وفي الاخير غادي نضيفوا واحد جوج حتى 3 ولا 4 المعالق ديال الفرماج احمر محكوك مبشور، ونخلطوا. وهكذا غادي نكونوا تحصلنا على الصلصه البيضاء. وهنا كيف ما كتشوفوا راه الخميره العجينه ديالنا عفوا خمرات. غير واحد الملاحظه بغيت نقولها فيما يخص الملح في العجين، انا ما نسيتوش، انما حيت عندي واحد النوع ديال الفرماج كتستعملوه مالح بزاف، داكشي علاش ما درتوش. ولكن خاصني نذكروا طبعا في الوصفه انه كتكون ملعقه صغيره ديال الملح. انا ما درتهاش كيف ما قلت لكم، حيت غادي نستعمل اجبان مالحه بزاف، خصوصا واحد النوع ديال الجبن غادي نستعملو في البيتزا ديالي، اللي هو هذا. عوض ما نستعمل الفرماج الاحمر غادي نستعمل هذا الجبن البلدي، كيكون مالح بزاف. انا راه نقعته دابا في الماء سخون حتى تحيد ليه شويه الملح، تخفف منه شي شويه، وعاود رطبته نقعته في الماء بارد باش يتجمع. هذا هو اللي غادي نستعمل، واخا تغسلو تتعياو كيكون باقي شاد الملح. داكشي علاش ما استعملتش الملح نهائيا في العجينه. كيف ما كتشوفوا راه ارتاحت، يلاه بدات كتخمر، ما خليتهاش تخمر 100%. غادي نقسمها على 5 بحال هكا. ندير منها كرات. نبداو نبسطو البيتزات ديالنا على شكل طولي بحال هكذا، وندوزو نقادو الثانيه. دابا غادي نبداو نحشيو هاد الجوجات باش ندخلهم الفران ونصاوب الباقي. بسم الله. غادي نعمروهم بالصلصه البيضاء، لاصوص بلونش مزيان بحال هكذا، ونخليوه واحد سنتيم ولا 2 سنتيم من الجناب باش نطويوهم. كتجي هائله يا البنات، المذاق ولا اروع. ضروري خاصكم تجربوها ان شاء الله باش تعرفوا المذاق اللي انا كنحاول نوصفه لكم ونوصلوا لكم. راها بيتزا بمعنى الكلمه رائعه، هائله بمعنى الكلمه، وسهله كيف كتشوفوا، مكوناتها ما معقدينش. كيف ما كتشوفوا معايا هذه غادي نديرها بالكفته اللي ضفنا ليها القليل من الملح والبزار، الفلفل الاسود بحال هكذا، نستفها بالزربه قطع صغيره. وغادي نضيفوا ليها شويه من الفلافل اللي شحرتهم بشويه ديال الزبده والزيت كيف شفتوا معايا. الحشوه اختياريه يا البنات، ديما غادي نبقى نقولها ونعاودها وراكم عارفين هذا الشيء. الحشوه اختياريه، جود بالموجود، داكشي اللي عندك ديريه. البيتزا راه حنا عارفينها كتطلع بنينه، اي حاجه ديرها فيها واخا غير الطون والبصله كتجي رائعه. المهم هو العجينه هي الاهم حاجه في البيتزا، هي العجينه، وكتجي من بعدها الصلصه سواء البيضاء او ديال الطماطم. اما الحشوه اختياريه دائما. هنا عندي دوك الشرائح ديال الدجاج اللي قليتهم بهذيك الطريقه الرائعه، راهم كيجيو لذاذ البنات من السمين هكذا بدوك التوابل. كتجي هائله بصراحه هذه البيتزا هذه ديال الدجاج بهذه الطريقه هذه. نضيف
الجبن هذا البلدي اللي كيكون مالح كيف ما قلت لكم نتوما الا ما توفرش عندكم هذا الجبن البلدي استعملوا الجبن الاحمر عادي، جبن احمر مبشور. هنا عندي القليل من الزعتر، القليل فقط، تقدروا تستغنوا عليه الا ما بغيتوش. غادي نوريكم الطريقه باش غادي نجمعوا هاد البيتزا ديالنا، غيوليو على شكل قوارب بحال هكذا. كنجمعوهم بكل سهوله هكذا من الجوانب باش نشكلوا واحد الشكل اللي بحال القارب، نضغطوا عليهم شي شويه بحال هكذا باش يثبتوا. وملي كنساليو كنهزوها من بلاصه، نجبدوا ليها دوك الجناب دوك الودينات، وهكذا كيكون الشكل ديالهم جاهز على شكل قوارب، كيعطيو واحد المنظر جميل جدا. صفار بيضاء، وغادي نضيف ليه القليل من الكريمه السائله، نخلطو مزيان وندهنوا به الجوانب ديال البيتزا ديالنا باش تعطيو واحد المنظر اجمل. غادي نجيب الحبه السوداء، غادي نديرها لهم من الجوانب، كتعطي مذاق كذلك وشكل احلى. تقدروا تزينوا كذلك بالسمسم اللي هو الزلجلان ولا اللي حبيتو غادي تزينوا بها. صافي ها هي البيتزا ديالنا موجوده باش تدخل الفران. غادي ندخلوها على درجه حراره عاليه جدا، كل ما كان الفران سخون كل ما غادي يعطينا نتيجه رائعه اكثر. درت بشوات مختلفين بزاف. هذه ديال الدجاج، صدر دجاج كيف ما كتشوفوا كتجي رائعه جدا. هذه درناها بالكفته والفليفله والزيتون الاجبان، كذلك هذه بالفطر، كيجيو لذاذ من اروع ما يكون. البنات غير زعموا وجربوهم في بيوتكم ان شاء الله غادي يعجبوكم. وغادي نتقاسم معكم كذلك هذه الاجواء الرائعه. عرفتوا تبارك الله الشتاء عندنا اليوم يعني ما بغاتش تصحى من الصباح وهي كطيح الشتاء، واحد الجو رائع بصراحه. البنات الا قلت لكم راه بدا عندنا الخريف ما غاديش تيحوني، صافي راه ما بقاش دابا الصيف. ونرجعوا عاوتاني للطاوله الجميله البيتزا ديالنا، كيجيو غزالين البنات غير زعموا عليهم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم البنات، كنتمنى ينال اعجابكم، وكنتمنى اللي كيدخلوا القناه ولا كيشوفوا قناتي لاول مره ما يبخلوش عليا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.
كنتمنى يكون نال اعجابكم الفيديو ديال اليوم البنات، وطبقوه ان شاء الله في ديوركم، لانه وصفه سهله سريعه جدا وبمكونات بسيطه. خليتكم فرحت الله، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.